مثل ما بعض الحمقاء ركبوا على سفينة 3 أشخاص ركبوا على سفينة، اضطربت السفينة بالرياح وكادوا أن يغرقوا، فقال الربان ادعوا الله سبحانه وتعالى أن ينجينا، وقال يا أرحم الراحمين إن نجيتنا فجميع عبيدي كلهم أحرار لوجه الله. والثاني قال إن أنجيتنا يا أرحم الراحمين فجميع ما أملكه في سبيل الله، أخرجها وقف في سبيل الله. فواحد أحمد قال اللهم أني لا أملك عبيد أعتقهم ولا أملك أموال أجعلها في سبيل الله، لكن إن أنجيتنا فزوجتي ضارق. توهم أن الله يريد أن الإنسان يفلت أي شيء تحت سلطته، هذا فلت العبيد ولكنها قربة حال ما يحررهم، وهذاك ترك أموال ونذر أموال في سبيل الله وأوقفها كلها وتخلص منها في سبيل الله. هو توهم أن الأجر يكون في هذا، قال اللهم إني لا أملك عبيدا لأعتقهم ولا أموالا لأوقفها في سبيل الله، ولكن إن أنجيتنا فزوجتي ضارك. هذا الأحمق هذا فعلا ويشتي يتقرب إلى الله، ولكن تقرب إليه بأبغض الحلال إلى الله.